ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا نراجع مع بعض على شابتر 1 من مادة Decision Support System. طيب شابتر 1 بدأ ببروبلم اكتشفتها شركة اسمها كون. طيب كون دي شركة بتصنع اسانسيرات، وفي اكتر من مليار شخص بيستخدم الاسانسيرات دي، بس اكتشفوا ان في مشكلة، وهي ان الناس بتتأخر عن الشغل بسبب الاسانسيرات. فكان هدف الشركة دي ان هي تقلل التأخير ده وتقلل كمان معاناة اليوزر معاها. تمام. جابوا 20,000 تكنيكانز او فني عشان يتعاملوا مع المشكلة دي. عملوا ايه بقى، او ايه الحل اللي فكروا فيه؟ قرروا ان هم يستخدموا IBM واتسون IoT كلاود بلاتفورم. ايه هو الاي او تي؟ اللي هو انترنت اوف ثينجز. طب ايه هو الانترنت اوف ثينجز؟ اللي هو زي كده سنسور بيجمع انفورميشن وداتا عن حاجة معينة، مثلا عن الاسانسيرات. تمام. ويبعت الداتا دي كلها حاجة زي الكلاود كده، ويتعمل لها شوية بروسيس عشان نعمل بريدكت للأخطاء اللي ممكن تحصل في المستقبل. تمام. والاي بي ام واتسون دي هي حاجة بتعتمد على الماشين ليرنينج او الاي اي تكنولوجي. هي فكرت ان هي عاوزة تكتشف الاخطاء قبل ما تحصل. تمام. finding problems before they occur. تمام. تاني جزء معانا وهو جاب لنا جملة مهمة خالص بيقول فيها decision making leads to the success or failure of organization and how well they perform. يعني عملية اتخاذ القرار بتقود للنجاح أو فشل المنظمة، وبتحدد مدى جودة أدائها. تمام. طيب وبيقول لنا كمان إن ال decision making أو make decision مش بسيطة not simple. تمام. والناس اللي كانت في شركة اسمها ماكنزي قسمت الديسيشن دي لأربع جروب. هم الأربع جروب بقى. أول واحدة بيج بيت أو هاي ريسك ديسيشن، اللي هي القرارات الكبيرة عالية المخاطر. تاني جروب وهو كروس كاتنج ديسيشنز أو قرارات متعددة الجوانب. تالت جروب وهو اد هوك ديسيشن أو القرارات الطارئة. رابع جروب وهو الديليجيتد ديسيشنز أو القرارات المفوضة. دي ايه؟ دي الأربع جروب اللي أشخاص من ماكنزي قسموا الديسيشن على أسامي. طيب الديسيشن ميكنج بروسيس بقى. البروسيس بتاعت الديسيشن ميكنج بتحصل في ستيبين. هما كام ستيب؟ 4 ستيب. الديسيشن ميكنج بروسيس 4 ستيب. اول واحده define a problem، ان احنا نحدد المشكله. تاني حاجه construct a model، ان احنا نبني موديل. تالت ستيب وهي identify possible solution او نحدد الحلول الممكنه. تمام. رابع ستيب وهو compare choose and recommend a potential solution، نقارن بقى ونختار احسن solution موجود او محتمل للمشكله. تمام. طيب عرفنا ازاي نعمل decision making بالستيب. طيب خدنا القرار هيأثر على ايه؟ ممكن يأثر على 4 فاكتور. political factor اللي هي العوامل السياسية، economic factor العوامل الاقتصادية، social psychological factor اللي هي العوامل الاجتماعية والنفسية، environment factor اللي هي العوامل البيئية. تمام. political factor السياسية اللي هي الديسيجن ده هيأثر على الاكسترنال والانترنال بوليتكس او السياسات الداخلية والخارجية ولا لا. الايكونوميك فاكتور العوامل الاقتصادية، ان تشوف بقى الديسيجن ده هل هيأثر على الجنرال او الستيت ايكونومي، الحالة العامة او المحلية للاقتصاد. وتشوف برضو السوشيال والسايكولوجيكال فاكتور اللي هي العوامل الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالامبلويز والكاستمرز. والانفايرومنت فاكتور، هل الديسيجن ده هيأثر على الفيزيكال انفايرومنت اللي حواليه ولا لا. بعد كده بيكلمنا في الجزء اللي بعديه وهو السيمونز بروسيس. كان في واحد اسمه سيمون سنة 1977 قال إن الديسيجن ميكنج بروسيس دي عبارة عن 3 فيزز رئيسيين، وهي الانتليجنت ديزاين، استكشاف، تصميم، اختيار. تمام. طيب مهم خالص ان احنا نعرف ان الكلام ده كله بيحصل من خلال وضع افتراضات او assumption that simplify reality، بتبسط الواقع، كتابتها بشكل منظم and by writing down. تمام. طيب مهم أوي نحفظ الرسمة. الرياليتي طالع منها simplification assumption رايحة للintelligence. الانتليجنس دي فيها 7 حاجات، وهي organization objective search and scanning
procedure, data collection, problem identification, problem ownership, problem classification, problem statement. بعد كده بنخش على الديزاين فيها 4 حاجات: formulate a model, its criteria for choice, search for alternative, predict and measure outcome. وبعد كده بنخش على التشويس او alternatives دي بتخش على التشويس، والتشويس فيها 4 حاجات: solution to the model, sensitivity analysis, selection to the best أو good alternative, plan for implementation. بعد ما خلصنا التشويس نعمل بقى ايه implementation للسوليوشن. لازم نعرف كمان معلومة مهمة، هو تعريف الموديل is a simplified representation or abstraction of reality. نموذج هو تمثيل مبسط أو تجريد للواقع. خلصنا سيمون بالثلاثة فيزز بتاعته، الانتليجنس والديزاين والتشويس. يلا بينا بقى على تطور الديسيشن سبورت في السنين اللي فاتت دي كلها. السبعينات او 1970 ديسيشن سبورت كان فيها 3 مسميات: روتين ريبورتنج، اي او اكسبرت سيستم، ديسيشن سبورت سيستم. يبقى ديسيشن سبورت سيستم دي من 1970. تمام. 1980 بقى في 3 مسميات ظهروا اللي هم الريليشن DBMS, On Demand Static Reporting, Enterprise Resource Planning أو ال ERP. تمام. 1980 بتسمى بالانتربرايز أو الإكسكيوتيف IS. 1990 كانت بتسمى البيزنس انتليجنس، كان فيها 3 مسميات: داتا وير هاوسنج، داشبورد أو سكور كارد، اكسكيوتيف انفورميشن سيستم. تمام. طيب في الألفينات بتسمى الاناليتيك. في 2000 ظهر 3 مسميات: سوفت وير از سيرفيس، داتا او تكست او ويب مايننج، بزنس انتليجنس او BPM. تمام. في 2010 او كانت بتسمى بالبيج داتا ظهر 3 برضو مسميات، هم الكلاود والبيج داتا اناليتيك، الميموري ان داتابيز MVP، سوشيال نتورك، ميديا اناليتيك. تمام. طيب في 2020 بقى اللي هي مرحله الاوتوميشن ظهر 3 مسميات: اوتوميتد اناليتكس، AI او ديب ليرنينج، IoT سنسورز، والروبوتيك او سمارت روبو اسيستنت. تمام. يبقى 1970 decision support system، 1980 الانتربرايز او الاكسكيوتيف IS، 1990 business intelligence، 2000 analytics، 2010 big data، 2020 automation. خلصنا تطور مفهوم الديسيشن سبورت السنين اللي فاتت. نيجي بقى لكلمة مهمة خالص وهي الاناليتكس دي حلت محل مكونات فردية كانت بتدعم الديسيشن سبورت تكنولوجي. الاناليتكس دي عبارة عن process developing actionable decision or recommendations for actions. أهم حاجة كلمة action based on insight generated from historical data. يعني عملية تطوير قرارات قابلة للتنفيذ أو تقديم توصيات لاتخاذ إجراء، لاتخاذ أكشن. يعني الأناليتكس الغرض منه إن إحنا يحصل أكشن أو نتخذ أكشن. تمام. في بقى رسمة مهمة اللي هي بتاعة البيزنس أناليتكس، متكونة من 3 حاجات، هي descriptive، predictive، prescriptive. descriptive اللي هو what happened أو what is happening، ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل. تمام. ودي زي البيزنس ريبورتنج، داشبورد، سكور كارد، داتا وير هاوسنج. وقال جمله كده او الاوتكم بتاعها اللي هي well defined business problems and opportunities. تمام. طيب البريدكتيف دي what will happen او why will it happen، ايه اللي هيحصل او ليه هيحصل. زي كده الداتا مايننج، التكست مايننج، الويب او الميديا مايننج، الفوركاست حاجه بتتوقع بيها. والاوتكمز بيبقى accurate projections of future events and outcome. اما بقى البريسكريبتيف what should I do او why should I do it، ايه اللي هعمله او ليه انا هعمل ده او كده. ودي بتبقى زي الاوبتمايزيشنز، السيميوليشن، الديسيشن موديلنج، الاكسبيرت سيستم. والاوتكمز بتاعها بيبقى best possible business decisions and action. طيب يبقى البيزنس اناليتيك في منه 3 انواع: الديسكريبتيف، البريدكتيف، البريسكريبتيف. تمام. خلصنا انواع البيزنس اناليتيك، نروح بقى للتكنولوجي بتاعت الداتا اناليسيس والديسيشن سبورت. اول حاجه اللي هي جروب كوميونيكيشن اند كولابوريشن، الاتصال والتعاون الجماعي. تاني حاجه improved data management اللي هي many decision involve complex computation اللي هي تحسين إدارة البيانات اللي بتتطلب العديد من القرارات، حسابات معقدة. و
managing giant data warehouses and big data. كمان overcoming cognitive limits in processing and storing information analytical support anywhere anytime support innovation and artificial intelligence. كل دي حاجات او تكنولوجيا للداتا اناليسيز وللديسيشن سبورت. دي اخر رسمه معانا وهي الرسمه اللي هي فيها types of decision، يا اما structured يا اما semi structured يا اما unstructured. والtype of control 3 حاجات برضو، اما operational control managerial control strategic planning. تمام، ونبقى نشوف الحاجات اللي جواها. وبس لو وصلت لهنا اتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون سهل شوية الشابتر علينا كمذاكرة يعني وكده. وبس، سلام.